يشهد الله إني أعرف ملامح الرجال من أول ما أشوفهم، وما أعتقد إن هذا بواق قاطع سبيل. بس ليه طردوه قومه؟ وإيش اللي جمعه مع بطيشان والمطاريد؟ اشرب قهوتك يا الذيب. سلمت. هلا قل لي يا الذيب، من أي قبيلة أنت؟ أنا من ذباحين النوق ومكرمين الضيف ورجال فزعات. والله والنعم. ما عليك زود. صدقت، وما حد يسوي سواتك إلا من كان نشمي ومن قوم كرام. ويش سالفتك يا الذيب؟ ويش سالفتك؟ دامك نشمي في طين، وايش اللي وداك عند بطيشان والمطاريد؟ الدنيا وما حد يسلم يا شيخ، ومثل ما يقولون واهل ساقك على المر قال اللي أمر منه. خذ هذه يا شيخ دهاس. كم ذي؟ ذي 200 قيمة 20 ناقة. 200 قيمة 20 ناقة؟ قيمة 20 ناقة 400. الله أكبر، ليه ضعفت علينا المبلغ يا دهاس وإحنا نشتري منك بهذا السعر؟ هذا قبل لا تروحون تشترون من غيري. يا شيخ دهاس نحن دوب نشتري من عندك ولازم تراعينا. هذا اللي عندي، عجبكم عجبكم، ما عجبكم روحوا اشتروا من غيري. يا شيخ دهاس إحنا بنشتري منك، بس ما ودنا المطاريد يسلبونا. بنشتري منك بس الله يخليك راعينا في السعر. ويش تقول؟ ويش قصدك؟ لا ما قصده شيء يا شيخ دهاس، بس راعينا بالسعر. ايه براعيكم. السعر ذي الحين صار 500. يا شيخ دهاس الله يهديك ليش زعلت؟ ليش زعلت؟ زعلت من كلام صاحبك. قصدك الشيخ دهاس ما يعرف الهمز واللمز والغمز؟ ها؟ قصدكم ان المرة السابقة انا من خلى المطاريد يقبضون عليكم؟ بصراحة يا شيخ دهاس كل التجار بيقولون ان اللي يشتري من غيرك ينسرق حلاله من المطاريد، واللي يشتري منك ما حد يقدر على حلاله. اسكت، وش اللي تقوله؟ السموحة حقك علي يا شيخ. انا ما برد عليك ولا على صاحبك لانكم ضيوف ببيتي، لكن ودي اعلمكم بسالفة وضروري تعرفونها. وش هو؟ أنا ماني متفق مع المطاريد لأجل ياذوكم مثل ما أنتم تظنون، لكن أنا بدفع للمطاريد من جيبي، بدفع لهم من إرباحي لأجل ما يذونكم. وما دمتم عرفتم بالسالفة فيكون سعر الحلال 550. عجبكم أهلا وسهلا، لا عجبكم أهلا وسهلا. ضيوف. يا هلا بالضيف، يا هلا والله، هلا بنسيبي، هلا بشيخ رتاد، هلا بك يا عايد يا ولد اختي، هلا يا سعده، هلا. حياك يا اخوي. وش هالخرابيط؟ وش هالهرج اللي نسمعه؟ وش سالفة السبق؟ يا سعده هذا دلال عمك الشيخ مانع لبنته الجمرة، خلتنا سالفة بين العربان. ذي الحين تفضلوا وبنكمل بقية الكلام داخل. تفضلوا. يا نسيب ارخص لي واتبى اسلم على الشيخ مانع. وانا بمشي معك يا عم، بسلم على جدي الشيخ مانع. وانا ارخص لي يا اخوي، بغيت اشوف الجمرة وش سوت. ايه روحوا، بس الغداء عندي، تعاودون الغداء عندي بالمضافة. ابشر يا خالد. يا ولد ذبيحتين للضيف. ابشر يا شيخ. حياك يا اخوي. الله وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا ومرحبا. هلا بالشيخ رداد. هلا بولد يا جدي. هلا عايض. هلا وش يسوي البواق هنا؟ وراك كأنك شفت حنش. الحنش ما يقدر غدركم يا البواقين. السموحة منك يا شيخ مانع.
هذا البواق من رجال بطيشان، وإيش يسوي هنا في مقعد الرجال؟ هذا يا شيخ رداد وصلى على النبي، وانا بقول لك ايش السالفه. تفضل اقعد. تفضلوا تفضل يا ولد، تفضلوا. صب للشيخ رداد. شوف العايل. والله يا مرحبا. يا هلا بسعدة، يا هلا، نورت الديرة. حياش عمتي، الديرة منورة بأهلها. نورتي يا سعدة. حياش الجمرة. وراش سعدة ما شربتي قهوتش؟ يا عمتي، والسالفة ده السبق اللي الناس كلها تتكلم عنه. الناس تضحك علينا، وكيف الجمرة تقبل إنه القوم يتسابقون عليها ويا ابن عمها؟ والله يا سعدة ما أدري وش أقلش، هذا عقل بنت عمش. أنا بقول لك يا سعدة، الأولى كل اللي بيشاركون في السبق ما هم أغراب، وكلهم منا وفينا. والثانية ماني أول وحدة ولا آخر وحدة سوت سبق، ياما بنات شيوخ قبلي تسابق القوم على خطبتهم وسووا سبق. وديش الرجال والفرسان يتنافسون عليش مثل الشاة يوم يتناطحون عليها التيوس. تدري ليه يا سعدة الشاه ترفض التيوس لين يتناطحون وفي الأخير تاخذ الفايز منهم؟ ليه؟ لجل تضمن إن اللي يفوز فيها هو الأقوى، يقدر يحميها وتقدر تعطي منه نسل زين وقوي. ومو عيب يا سعدة إن إحنا نتعلم من الحيوانات. وأنا ما بختار إلا الذي يفوز في سبق البدو، وما بيفوز فيه إلا من يستحق الجمرة ويستاهلها. ولا بنت عمش ما تسوى يا سعدة؟ ما حد قال شي؟ انت بنت عمي وتستاهلين، بس دهاس ولد عمش وهو من لحمش ودمش، وابن العم أولى من الغريب. إيه يا سعدة، كل شيء بالغصب إلا الزواج. وأنا سويت سبق، ولو دهاس يريدني يفوز بالسبق وساعتها أكون حليلة له. بس الجمرة خلاص يا سعدة، السبق باقي له يومين وأنا مستحيل أتراجع عن قراري. ولو دهاس يريدني مثل ما تقولي، هذا الفرس وهذا الميدان. صحيح الفعل اللي سواه الذيب زين ويشكر عليه، بس لو يكمل جميله قلنا وين مكان طيشان، ساعتها أقول لك كافئه وكرمه. يا شيخ رداد، ذيب سوى معنا معروف وأنقذ واحد من ربعنا، ولازم نكافئه ونفكه من الأسر. لا يا مرعي ما أصبت، اللي جابه رداد هو الصحيح. ذيب يروينا وين بطيشان، ساعتها نكرمه ونفكه، هذا رأيي، والقول قال الشيخ مانع. سمعوا يا الربع، ذيب له جميلة علينا ولنا حق عليه. وأنا أقول لك يا الذيب، جميلك علينا نفك أسرك ولبي طلبك ونكرمك بعد، وحقنا عليك تدلنا على مكان بطيشان وتكف عن مسايرة المطاريد وتعاود لأهلك وربعك. ها وش قلت؟ ماني بخوان عهدي لو أعطيه الخين، هذه سلوم العرب من عهد سابق دويل. لله أخلص نياتي وعن حسن ظن، لا منتظر شكر لأن هذا طباع الأصيل. والناس لا فعلت الجودة وفعلا حسن، ما تشترط لو تعرفون الوفا والجميل. وأنا أبو الجمرة يقول مانع، لك التقدير يا من رطن، لك هرج وافي ومكيالك علينا يكيل. احنا الوفاء والنقاء والجود طول الزمن، وإذا عطانا جم ما هو قليل. وانت اطلب لما شئت، اطلب لما شئت يا هذا تمن، وانا اعتقتك لوجه الله رب الجليل. يا شيخ مانع، كيف تلبي كل مطالبه وتفكه وهو باق بيننا فرصة نعرف مكان طيشان منه؟ اسمع يا رداد، والهرج للجميع، احنا بدو، والكلمة عند البدوي ما هي بسيطة، واللي قالوا ذيب في القصيد كلام العدل، وما هو نبلي يرد الجميلة بشروط. اسمع يا ذيب، مثل ما سمعت مني بالقصيد، بعد اللي قلته في قصيدك انت حر طليق، خذ سلاحك وفرسك والله معك. ومثل ما عملت لنا جميلة بدون شروط، ردينا الجميل بدون شروط. أنا أشهد يا شيخ إنك شيخا على أصول، وما صار مثلك في جيلك. لكن يا شيخ ما أقدر أترك رفاقي وأمشي، والعرب تقول عليه العار من فلة رفيقه، راح أبقى معاهم ومصيري مصيرهم. كافو، اسمع، خذ رفاقك وسلاحكم وخيولكم
وتوكلوا على الله. بس يا شيخ أنا قلت كلمة يا رداد وما تراجع عنها. يا مرعي خذ ذيب وفك رفاقه وعطهم سلاحهم وخيولهم وخلهم يتوكلوا. تامر يا شيخ. على الله يا ذيب نكون ردينا الجميل بالجميل وما قصرنا. لا بالله يا شيخ ما رديت الجميل بالجميل، بل رديت الجميل بجميلين. ترى في رقبتي لك جميل ما أنساه. واسمعوا يا الربع عني وعن كل المطاريد، من اليوم أرض الشيخ مانع والشيخ رداد محرمها علينا، ما نقطع الطريق فيها. كفو كفو يا ولد، وإن شاء الله ربنا يهديك وتترزق بالحلال. الله معاك إن شاء الله، بأمان الله. هلا بالدخون. هلا فيش الغسان. إلا قولي لي الدخون. ايه صحيح سعدة زوجة الشيخ رداد جت عليكم؟ ايه جت. وش بغت؟ بغت عمتي الجمرة تعدل على السبق، بس عمتي الجمرة رفضت. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بصقر، هلا بولد عمي. هلا بيك يا بنت العم. إلا قولوا لي الغصين وين عايد؟ دورت عليه في البيت وفي الديرة وما لقيته. ايه اكيد انه بالقنيص. قنيص؟ عايز يروح ودائما يعلمني. ما اعرف والله، بس اكيد بيعاود واقول له انك سألت عليه. يلا بدك شيء يا بنت العم؟ سلامتك يا ابن عمي. فمان الله. الله معك. وهذه يا خاله ام مشعل السالفه من اولها لتاليها. ما قصرت الجمره، ويشهد الله ان مشعل ما بيلقى مثل الجمره، لكن مشعل معذور يوم قرر ما يحضر السبق. لا يا خاله مشعل ما له عذر. يا عايد يا ولدي، احنا غراب عن هذه الديره، وخاف لو يفوز مشعل في السبق تحقد عليه القوم وتأذيه، ونحن ما ناقصين مشاكل. قول للجمره انا اشهدها بالله تعذر مشعل. ومشعل يا خاله متى راح يعاود؟ علمي علمك. المهم لو عاد وصلي له رساله الجمره. ان شاء الله. الغسيل يا خاله. الله معك. وغادر وانت ما غادره، وغادر وانت ما غادره، وانت ما غدار، وانت غداره، وانت غدار ما غداره، وانت غدار ما غدار، وانت غدار ما غدار، وانت سويد. ايه انتبه للبعران، انا بودي اللبن للمقدم سلوم وبجيب غدانا وبعاود. كأنك لا تتأخر. ها ان شاء الله ان شاء الله. وانت غدار ما غدار، وانت يا هلا يا هلا يا هلا بسويد. لا تخف لا تخف يا سويد، نسيتني من انا. طيشان. ايه الشيخ طيشان صاحبك وحبيبك. ايه على ذيك الايام يا سويد يوم كنا نرعي المواشي انا وانت سوا ونغادر بذيك الاصوات الزينه. يا غدار يا غدار يا غدار يا مزيانها من ايام. تذكر يا سويد؟ ايه اذكر، واذكر انك بعدين اشتغلت عند المقدم محمود قهوجي. وش قلت؟ احنا قلنا نتذكر المرحى والمواشي والغودرة، وما قلنا نتذكر كل شيء قهوجي. اسمع يا سويد، أنا بغيتك تتذكر حاجتين ثنتين بس. الأولى
انك صاحبي وحبيبي، والثانية اني الشيخ بطيشان. ها تذكرنا الشيخ بطيشان، تتذكر؟ ايه الشيخ بطيشان. لا قل لي يا سويد، انت عادك تشتغل عند المقدم سلوم الراعي للمواشي؟ ايه عاد نشتغل راعي عند المقدم سلوم، بس وش بغيت مني يا بطيشان؟ وش بغيت؟ ما قلنا الشيخ بطيشان؟ ايه الشيخ بطيشان. وش بغيت مني؟ قلت لك لا تخاف يا سويد، قلت لك انت صاحبي وبيننا عيش وملح ولا يمكن اديك ابد. قل له يا منكوب، قل له. لا تخاف يا سويد، الشيخ بطيشان عمره ما خان العيش والملح. وذا الحين خذ يا سويد. وش هذا يا شيخ بطيشان؟ وش هذا؟ كله ما يدري وش هذه نقود يا سويد، هذه نقود لك، وبعطيك مثلها ومثلها. رجل تشتري لك حلا وما تظل طول عمرك راعي مواشي عند المقدم سلوم والربع، ولا يزيد من المال تتزوج الثانية. انت ما كنت تحكي لي انك ودك تتزوج الثانية؟ تزوج الثانية على طشة اللي جابت لك الربشة. بس ليه تعطيني هذا المال كله يا شيخ بطيشان؟ ليه؟ اقول لك يا صاحبي، قرب. عادها مصرح على السبق. عادها يا اخوي، راكبه راسها. ايه عادها مصرح على السبق. اقول يا خال، انت فارس ونشمي وبتفوز بالسبق، وبعدها ما يبقى للجمرة عذر وبتقبل بك غصبا عنها. وش بك يا عايض؟ بغيت خالك دهاس يسابق القوم على الجمرة مثله مثل غيره ولا كأنه ولد عمها؟ وش فيها؟ هذه عادات العرب، وبالعكس حين يفوز خالي دهاس بالسبق الكل بيعرف انه ما حد يستاهل الجمرة غير خالي دهاس. وافرض اني ما فزت في السبق، وقتها بقبل بالنتيجة غصب عني. بتفوز بالسبق بس بشرط. ويش قصدك يا عايض؟ قصدي تشوف من يدخل معك السبق، والمال يلين الحديد، وانت الحمد لله ماشي ينقصك، خير الله معك. ايه اقول يا اختي يا سعدة، ابشر اتركينا انا وعايض شوي. ابشر يا اخوي. اقول يا عايض، الموضوع اللي فكرت فيه نفس الموضوع اللي طرأ على راس خالك دهاس، بس نبغى شوية تخطيط. تفضل يا خال وبنك معك. كفو يا عايض، ذيب وخالك ذيب. لا يا شيخ بطيشان، أنا ما أقدر. لا ما تقدر. لا قل أنت خايف. أقول لك المهمة بسيطة. أنا بغيتك تجمع لي أخبار عن المقدم سلوم والربع، صغيرها كبيرها، وتجيني تعطيني الأخبار أول بأول، وعلى قدر أهمية الخبر يكون قدر النقود. قدر النقود، ولا من شاف ولا من دري. شفت سويد؟ لا والله. أدريت وش سوى سويد؟ لا والله. ها وش قلت يا صاحبي؟ وانت يا الشيخ بطيشان كم بتعطيني من المال؟ اي هذا سويد صاحبي اللي اعرفه. وذا العين بغيتك تقول لي كل اللي صار من يوم غادرت عرب الشناطيب لليوم. ابشر يا شيخ بطيشان، ابشر.
يا الهودينا ويا الهودينا، يا الهودينا ويا ليلى دان، يا الهودينا ويا الهودينا، يا الهودينا ويا ليلى دان، يا الهودينا ويا الهودينا، يا الهودينا ويا ليلى دان، يا الهودينا ويا يلا يا الراعية ضمي غنمش وما ضميتيه ليش؟ يا عيال الحلال وش تبغون مني ومن أغنامي؟ يا دانا يا دانا دانا يا دانا ويا دانا بالقلب وشيا ببالي من كثر ما عانى الحاشا واللي جرالي، متحدي الوقت بصرار مهما قست بالله